منير شكر دي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى حضرة المصطفى وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ربما ضاق المكان بكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولا أحمد إلا الله، وأسبحه وأنزهه، ولا ينبغي التسبيح ولا التنزيه إلا لله. وأستغفر الله وأتوب إليه، فلا يغفر ذنوبي وذنوبكم إلا الله. وأشكره سبحانه وتعالى، فما بي وبكم من نعمة إلا وهي من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، وأنهاكم عن معصيته. أما بعد، أيها السادة، روي أن سيدنا محمدًا صلوات الله عليه وسلامه كان إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وفي رواية أنه كان يقول: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. رجب شهر الله، وشعبان شهر نبيه، وبين شهر الله وشهر نبيه يوم عظيم مبارك، هو هذا اليوم الذي أنتم تعيشونه، 27 من شهر رجب. هذا اليوم الذي وقع في ليلته حادثة عظيمة عدت أعظم معجزة في حياة رسول الله بعد معجزة القرآن، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج.
واليوم أيها السادة ونحن في يوم الإسراء والمعراج نفتتح بيتا من بيوت الله التي انتشرت في أصقاع المعمورة
حيث صلى بالأنبياء إماما، ثم عرج إلى السماوات حيث كان الأنبياء من جديد في استقباله، كل مجموعة في سماء، ثم عرج به إلى حيث شاء الله أن يعرج، حيث ذاب المكان واضمحل الزمان، وأشرقت الأنوار الإلهية عليه، وزالت الحجب، ولطفه الله وكلمه من غير ترجمان، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حينئذ فرض الله عليه الصلوات الخمس. في الإسراء والمعراج قصة طويلة اشتملت على مواضع بارزة رأى فيها رسول الله آيات بينات، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى سيدنا رسول الله حياة البرزخ، وهي الفترة التي بين الموت والبعث، ورأى الأنبياء أحياء في قبورهم وفي غير قبورهم، ورأى نفوس بني آدم بعد موتها يتلقاها أبو البشر آدم، فيفرح لطيبها ويحزن لخبيثها، ورأى حقائق الأعمال مجسدة في صور محسوسة شاء الله أن تكون عليه، ورأى آل فرعون وهم على شاكلتهم من الطواغيت والظلمة، يعرضون على النار غدوا وعشيا، ورأى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لهم مقامع من حديد ومشافر كمشافر الإبل، بأيديهم قطع من النار كالحجارة يقذفونها في أفواههم فتهوي إلى بطونهم. ورأى الذين يأكلون الربا يوضعون بالأقدام فلا يستطيعون قياما، كلما هموا لينهضوا سقطوا. ورأى الزناة يعافون لحما طيبا طريا ليأكلوا جيفة عفنة نتنة. ورأى اللائي يرضعن أبناء غير أبنائهن بغير إذن أزواجهن معلقات بأسدائهن. ورأى اللائي لا يغطين شعورهن معلقات في وسط النار بشعورهن يغلي أدمغتهن من حر ما يجدن. ورأى اللائي يؤذين جيرانهن معلقات بألسنتهن والحميم يصب في أفواههن صبا. ورأى التي لا تغتسل من الحيض والجنابة وقد شد رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى ناصيتها وعليها 1000 لون من العذاب. ورأى النمامة الكذابة ورأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار.
ورأى الحسودة المصمنة على شكل الخنزير يدخل النار من فمها فيخرج من دبرها، والذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم. ورأى الجنة ورأى النار ورأى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. رأى ما لم ير قبله ولن يراه بعده أحد من العالمين. بعد هذه المقدمة أيها السادة التي أوجزت فيها صورا مما رآها رسول الله، تعالوا لنقف قليلا مع الآية التي أشارت إلى الحدث، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تعالوا أيها السادة لنطوف حول هذه الآية الكريمة ونسعى بين كلماتها لنصل بعد ذلك إلى عرفات الإيمان واليقين والطمأنينة. ألا ترون كيف افتتح الله هذه الآية؟ سبحان الذي أسرى. كان بإمكان الله كعادته في فصيح بيانه حين يريد أن يخبرنا بخبر، كان بإمكانه أن يقول: نحن نقص عليك نبأ الإسراء، أو يقول: واتل عليهم نبأ الإسراء، أو يقول: هل أتاك حديث الإسراء، أو يقول: ويسألونك عن الإسراء قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أو يقول: واذكر عبدنا محمدا إذ أسرى به ربه. لكنه لم يقل شيئا من ذلك، إنما قال: سبحان الذي أسرى. وسبحان اسم فعل يدل على التنزيه. سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص، تنزه الله في ذاته، تنزه الله في صفاته، تنزه الله في أفعاله، تنزه الله عن الشريك والخصيم، عن المثيل والكف والقسيم، تنزه الله عن الزمان والمكان، تنزه الله أن يحيط به أو يحدد نشاطه وحركته قانون من قوانينكم. إذا علمت أن الله منزه عن كل ما يخطر ببالك وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وأنه قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، حينئذ لا بأس أن تعلم أن هذا الرب هو الذي أسرى بعبده. إذا علمت أن الله لا يحده قانون من قوانين البشر
لا مانع حينئذ أن تعلم أن هذا الرب المنزه هو الذي منح نبيه منحا تفوق طاقة البشر. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا قال برسوله ولا قال سبحان الذي أسرى بمحمد بن عبد الله، إنما قال بعبده ليعلمنا جميعا أن العبودية هي منتهى ما يصفو إليه العباد الصالحون، ليعلمنا أن الدين كله هو إخلاص العبودية لله في سائر شؤون الحياة، وليعلمنا أيضا أن محمدكم في إسرائه، في معراجه، في رقيه، في قربه، في مناجاته لربه لم يكن إلا عبدا من عباد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن الليل هو موضع السكون، فيه تنام العيون وتهدأ الحركة ويسكن الضجيج ويخضع الكل ويخشع الكون كله لله رب العالمين. إذا كان الليل هو البعد الزماني لهذه المعجزة، فما هو البعد المكاني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى لا مكان؟ المسجد الحرام بيت آدم، بيت إبراهيم وإسماعيل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. على كل حال، بغض النظر عن مكانة المسجد الحرام، طبيعي أن تكون الرحلة من المسجد الحرام لأنه موطن رسول الله، لكن لما الاستراحة في المسجد الأقصى؟ لما لم تكن في دمشق؟ لما لم تكن في بغداد أو أي بقعة من بقاع العالم؟ بل لما الاستراحة أصلا؟ جاءت استراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى لتعلمنا هذه الاستراحة أن دين محمد مهيمن على كل البقاع، حتى الأقصى مهد الأنبياء والمرسلين ها هو محمد بن عبد الله يضمها إلى لائحة مقدسات دينه. إذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليخبر الناس بالعلاقة الوثيقة بين مهمة الأنبياء سابقا ومهمة رسول الله لاحقا. وقف النبي في الأقصى ليعلمنا أن الجدار الذي جاء الأنبياء من أجل بنائه وبنوه لبنة لبنة ها هو قد كمل بعد أن جاء رسول الله فوضع اللبنة الأخيرة في مكانه. المسجد الأقصى
هذا المكان الذي هبط فيه رسول الله في مثل الليلة السابقة، ما علمكم به؟ ما أدراكم به؟ هذا المسجد لو سئل أي مسلم فيكم عنه سيقول كيف لا أعرف هذا المسجد؟ هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. هكذا علمنا أعداؤنا لنردد كلمات فارغة لا معنى لها، فصموا شخصيتنا، جعلوا بيننا وبين الحقائق حواجز لا نراها. هكذا بكل بساطة أسألك، وما أدراك ما المسجد الأقصى؟ تقول إنه أولى القبلتين وثالث الحرمين. كلمة جميلة تحلي بها لسانك، لكنك تخدع نفسك وتتناسى أن أولى قبلتين وثالث حرمين ليس إلا بقعة تعيش تحت أسنة أعدائك. المسجد الأقصى الذي فتحه فتحا معنويا سيدنا رسول الله في مثل الليلة السابقة في 27 من شهر رجب، يوم أسري به إلى المسجد الأقصى فصلى إماما. ولم يمض زمن قليل كثير حتى جاء سيدنا عمر رضي الله عنه ففتحه فتحا حقيقيا. مسجدكم هذا عاش في ظل راية عمر طاهرا ترتفع كلمات الأذان بين جنباته، واستمر كذلك قرونا طويلة حتى تكالب المسلمون على الدنيا. حينئذ شاءت إرادة الله أن تعاقب المسلمين وتؤدبهم، فجاءت الحملة الصليبية من أوروبا تجر أذيالها نحو بلاد المسلمين، لكنها بلاد فارغة، أرض الإسلام ولا مسلمين فيها. تحولوا إلى غثاء كغثاء السيل. صدقت فيهم نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. هكذا كان المسلمون قبل الحملة الصليبية، دويلات متفرقة مبعثرة متقاتلة متناحرة متخاصمة. في دمشق دولة، وفي حمص دولة، وفي حلب دولة، وفي بغداد دولة، وفي الموصل دولة، وفي القدس دولة، وفي مصر دولة. دول كثيرة
كحالتكم اليوم أنتم معاشر المسلمين. كانت دولا مبعثرة متخاصمة عليها حكام ما كان يهمهم إلا عروشهم وسرقة خيرات شعوبهم من أجل حماية مكاسبهم التي جنوها في غفلة عن شعوبهم. جاءت الحملة الصليبية فتكت بالمسلمين، دنست ديارهم، هتكت أعراضهم، سلبت أموالهم، أراقت دماءهم. ظل الذبح والسيف على رقاب المسلمين خلال قرن كامل. ظل القدس أسيرة خلال 100 عام، والسيف يعمل في رقاب المسلمين. يكفي أن تعلموا أن الصليبيين قتلوا في ساحة المسجد الأقصى في يوم واحد ما يقارب من 500,000 مسلم. أين المجازر التي تسمعون بها في الشيشان أو غيرها؟ ليست إلا كقطرة أمام بحر. هل تصدقون في عهد السيف لا في عهد الصواريخ والقنابل؟ هل تصدقون في ساحة مسجد واحد يقتل 500,000 مسلم بريء؟ لكن المسلمين أين كانوا؟ المسلمون كانوا يائسين مستسلمين، ينتظرون أن يأتي المهدي ليملئ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لكن مهديهم لم يأتي، وظلوا خلال 100 عام أسرى تحت أسنة الصليبيين، حتى جاء اليوم الذي ومضى فيه سيف يوسف بن أيوب، هذا الرجل الذي جاء من شمال العراق يجر أذيال الخيمة من آثار الدماء التي نزفت من أجسام المسلمين. تحرر من كل قيوده، تحرر من كل انتماءاته، تنكر لكل قومية أو عرق كان له بها عهد. سل سيفه فأضاءت روابي الأقصى من ومضاته. هذا الرجل الذي سماه المسلمون فيما بعد بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. فماذا فعل صلاح الدين هذا؟ وجد المسلمين في شتات، في جبن، في خوف، في فرقة، ووجد صليبيين على قوة وهيمنة وعزة. نفس الحالة التي أنتم عليها الآن مع إسرائيل. لا نقول كالجهلة إن التاريخ يعيد نفسه، لكننا نقول إن للتاريخ ربا يعيده ليتعظ الناس ويعتبروا. للأيام رب يداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فماذا فعل صلاح الدين؟ انقض على دويلات المسلمين، أزالها من الوجود، لأنه يريد أن يبدي
ومن يبني لا بد أن يزيل الأنقاض حتى يخرج الأسس القوية. استطاع صلاح الدين هذا أن يصنع من ضعف المسلمين قوة، ومن فرقتهم وحدة، ومن الغثاء رجالا قارعوا أوروبة وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صلاح الدين هذا ذاب في إسلامه، علم الخيط الإلهي الذي يربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فقارع الصليبيين خلال 19 عاما في 74 معركة. ما هدأ له بال، ما ابتسم. هل تصدقون أن رجلا ما ابتسم خلال 19 عام من أجل قدسكم؟ مرة تقدم أحد قواته إليه يريد أن يروح عن نفسه ويسليه، لكنه ظل مهموما، فقال له: يا سيدي، لم لا تبتسم؟ أليس لنفسك عليك حقا؟ فقال لهم: إني لأستحي أن أبتسم والقدس تحت حراك الصليبيين، لكننا اليوم ومنذ 3 عقود أو أكثر القدس من جديد تحت حراب الصهاينة، ونحن نبتسم ونفرح ونقحقح، بل نحن في ظل شهواتنا تائهون، عن سنة آبائنا غافلون. فأين أنت يا صلاح الدين؟ ألم تسمع دقات قدم غارو يوم قال لك: ها نحن عدنا يا صلاح الدين؟ لم تتعرف على حالنا من خلال دقات قدمه؟ ألا تنظر يا صلاح الدين من برزخك أين صار القدس التي فتحتها؟ أيها الجنود الأبطال، يا من سطر بكم صلاح الدين ملاحم البطولة والفداء، ألا تنظرون من خلال قبوركم أين صرنا؟ تبعثرنا، قدسكم يستصرخ بنا، لكنه في المساء يوم لا يجد مناديا يسمع نداء خافتا في الأفق يقول له أو يقول لها: نامي يا قدس تحت أسنة أعداء الله، نامي كما كنت تنامي، فقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فلا يكون من القدس في آخر النهار إلا ويرفع يد الضراعة إلى الله قائلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا أحفاد صلاح الدين، يا أحفاد عمر، ويا أحفاد الفاتح الأول محمد، القدس يستصرخكم، يستنهض هممكم. لا تيأسوا، فالقدس حرر بعد 100 عام، ولم يمض على القدس إلا 30 عاما، لكن الحال كما قلنا: المسجد الأقصى يردد صارخا: قم فارعني، يوم لا يجد منجدا
يستغيث القدس برسول الله بالمزمل والمدثر. المسجد الأقصى يردد صارخا: قم فارعني يا أيها المدثر. لم يبق من يحمي حماي وقد غدا صهيون ينهى في حماي ويأمر. هذه محارمكم تداس أمامكم، هلا شعاركم يذود وينصر. وحسرة للشرق أصبح لعبة، للغرب يهدم ما يشاء ويعمر. سيدي يا رسول الله وعمراء وصلاح الدين، ألا تصرخوا من مرازقكم صرخة توقظ النائمين وتنبه الغافلين وتهدوا المنحرفين إلى جادة الحق والصواب. إنهم يصرخون، لكنكم لو سمعتموهم لسمعتموهم وهم يقولون: يا أحفادنا، دعوا القومية التي مزقتكم، ودعوا العرقية التي قطعت أوصالكم، دعوا العصبية التي سماها نبيكم بأنها منتنة ومن دعوى الجاهلية، وانضووا جميعا تحت لواء الإسلام. عربا كنتم أم أكرادا، أعاجم كنتم أم أتراكا، فأنتم قوم أعزكم الله بالإسلام، ومهما ابتغيتم العز بغيره أذلكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وأصلح شؤونهم، ووفق رئيس جمهوريتنا لما فيه خير البلاد والعباد، إنك يا رب على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يفوتني أن أذكركم أن مسجدكم هذا ربما افتتح قبل أوان، افتتح ليكون بيتا من بيوت الله يفتتح يوم فتح الأقصى، لكنه يلزمه الكثير. وأمل هذا المسجد فيكم أن تمدوا له يد العون والمساعدة.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. وانا خلف وانا هي معزوبان حماد يا حماد يا شيخ شويه بيه صورنا اول سنه صور محمد زياد ياخذ تعال حق وانا محمد ملوه من عاد الجيب لا ها جيبوا
شنو ولا جمع حاجه شنو ما الحاجه لا تكتب ما عليه هاي بري بدل تاريخيه كل واحد يحط بيته واحده يعني خليهم الله بخشوا ايه مشكلة التاكسي ما يسمع دون ساري يسمعني بس اسمعين لا مش عبد الله بيت إله نحتاج يجوز يصير